السلام عليكم. ثقافة الاختلاف حلوة جميلة، ولكن بمجتمعاتنا العربية بعدها مو واضحة، مو صريحة كثير. فأني ما بختلف معك لأنه أنت مربي لحية طويلة وأنا لحيتي قصيرة، أو أنت حالق لحيتك وأنا دقني طويلة. أنت أحكم علي من خلال حوارك معي وخلال أفكاري شو بعتقد أني، لا تحكم علي من شكلي. وأنا بطبيعة الحال لازم كمان ما أحكم عليك من شكلك، لأنه في عقل يزين الإنسان. شو بتفكر وشو بتعتقد، هذا اللي لازم أنا أعجب فيه أو ما أعجب فيه، مو لشكلك أنا أحكم عليك. وهذا شيء اسمه حكم مسبق، وهذا لا يجوز قولا واحدا. فاللي بيحكم على شخص عن طريق شكله هذا في عنده شيء من الجهل. يعني كثير ناس بسوريا عندنا بتعادي الرئيس أحمد الشرع بس لأنه مربي لحية فقط، أو لأنه مسلم، أو لأنه بيصلي. هذا فهم قاصر ناقص. أنت شوف الشخص هذا شو عم بيشتغل. إذا بيشتغل شيء لصالح سوريا معناته نحن بطبيعة الحال لازم نوقف معه، لأنه إحنا سوريين، شعب سوري، ومصلحتنا بتكون مع اللي بيجيب لنا مصلحتنا. لما هذا الشخص بيكون التصرفات اللي عم بتصرفها والكلام اللي عم بقوله ضد الشعب السوري، ضد مصلحة الشعب السوري، هون ساعتها بنوقف ضده وبرد عليه في حال قال أي شيء لا يتوافق مع مصلحة الشعب السوري. يعني اختيار الله عز وجل نحن ما بنقدر نلعب فيه، ولا أنا ولا أنت لازم نحط نفسنا محل خالق الكون، بارئ الكون عز وجل. رب العالمين شو قال؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ورب العالمين كمان قال بآية ثانية يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمو شغلتك ولا شغلتي، هاي شغلة رب العالمين. فاختيار الله عز وجل بيكون ممكن كرامة لهذا الشخص، وممكن يكون امتحان لهذا الشخص. فالابتلاء من الله عز وجل. فلذلك لا تحكم علي من خلال صورتي، احكم علي من خلال أفعالي. فيني ألبس أجمل اللباس وساعتها ممكن أضحك عليك بسهولة. فلذلك نتمنى من اللي عم بيفكروا هالتفكير إنهم يغيروا. السلام عليكم.